السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة عالم هبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل المحشي بكل تكاته وحركاته وأسراره. هتاكلي معايا أحلى محشي دقتيه في حياتك. أنا عاملة النهاردة محشي بتنجان، فيه جزء متحمر وجزء عادي، لأن أنا عندي جزء بيحبه كده وجزء بيحبه كده، فهتشوفوا معايا كل التفاصيل داخل الفيديو. اول حاجه النهارده انا نزلت جبت شويه طلبات للبيت، جبت بتنجان وجبت طماطم زي ما انتم شايفين معايا كده، وجبت فلفل، جبت حاجات المحشي يعتبر يعني، وفلفل وخضره للمحشي، شبت وكزبره بقدونس، وجبت خيار عشان ما كانش موجود عندي، وجبت ايه تاني، جبت ليمون وجبت فاكهه بس ما صورتش معاكم المقطع ده، جبت عنب وتفاح وبطيخ. اول حاجه هنعملها دلوقتي في يوم السوق انا عملت ايه، قورت البتنجان وجهزت التسبيكه بتاع المحشي. قطعت دلوقتي الحاجات الخضراء اللي موجوده فوق في البتنجان ده عشان اقوره ويبقى جاهز معايا على الحشي على طول، ان انا اعبيه الرز الخلطه على طول. اهو قطعته من فوق وبقى جاهز معايا ان انا اقوره على طول. هجيب المقوره بتاعتي وابدا ان انا اقور البتنجان. ما بسيبش فيه اي حاجه خالص، مش زي الكوسه بتبقى تخينه شويه، لكن البتنجان بنخرج القلب بتاعه كله بيبقى نضيف، والزوايد اللي فيه ديت بتنزل مع الميه في الغسيل. وخلاص كده نضيف معايا وبقى زي الفل. هخلص الكميه دي كلها وارجع لكم تاني. خلاص خلصت تقوير البتنجان كله اهو بالشكل ده، كله زي بعضه. وعشان احافظ عليه لتاني يوم بحطه في قلب كيس واربطه كويس، اهم حاجه ميجيش عليه نقطه ميه، بيبقى زي الفل. وعملت معاه كام واحده فلفل كده تديله ريحه وطعم كويس، وفي نفس الوقت انا اللي بحبها بس محدش في البيت بيحبها. الخضره بتاع المحشي جهاز التسبيكه، شويه كزبره وبقدونس وشبت، ومعايا بصلتين. انا مش هعمل كميه كتير فهحط البصل ده بس، بصلتين غسلتهم وقطعتهم وهفرمهم في الكبه، معاهم قرن فلفل ونص قرن شطه عشان ميبقاش حامي قوي، ميبقاش حراق عشان الاطفال وكده. الكبه اهي هقطعه، هفرمه في الكبه بس مش فرم ناعم، كانك كانك مقطعاه على ايدك بالظبط، ان هو كبير شويه مش ناعم زي بتاع التتبيلات وكده، عشان انا بحبه يبقى ظاهر في الخلطه بتاعتي، بيدي طعم كويس للمحشي. احطه في الصينيه واحطه على النار واحط عليه شويه زيت ومعلقه سمنه. السمنه اللي انا مستخدماها بتاع جنة غير مهدرجه اهي. حطيت نص معلقه بس ما زودتش كتير قوي، مش عايزاه دسم قوي برضو، وفي نفس الوقت السمنه بتديني طعم التحفه. هفرم دلوقتي الفلفل واحطه بقى على البصل، هحط الفلفل في الكبه وفرمته، وبعد كده هحطه بالبصل يتشوح معاه. اول ما البصل بتاعي ياخد لون ذهبي هنزل عليه على طول بالصلصه، سواء بقى صلصه مضروبه، سواء متسبكه متفرزه في الفريزر. انا كنت بصراحه مفرزه صلصه فعشان كده استسهلت يعني، طلعتها حطيتها في ميه تفك شويه وبعدين حطيتها على البصل اول ما خد لون ذهبي معايا اهي. لو وصلتي لحد هنا معايا في الفيديو ياريت تعملي لايك وتفعلي زر الجرس وتعملي اشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد مع عالم هبة. اول ما البصل بتاعي ياخد لون ذهبي هنزل عليه بالصلصة على طول. دلوقتي انا حطيت الخضار في قلب مية عشان ايه، لو في اي رواسب او اي حاجة هو لازم يتنقع شوية في قلب المية عشان يبقى ينضف معايا، لان المية الجارية مش هتنضفه كويس زي ما يتحط في المية. البصل بدأ يلون معايا اهو. اول ما ياخد اللون الذهبي الحلو هنزل عليه على طول بالصلصه بتاعتي وهدي النار، لان الصلصه جاهزه وهي متلجه، فعشان تفك براحتها، وهي كده كده مش هتاخد حاجه على البوتاجاز يعني لانها جاهزه.
ان شاء الله ان شاء الله هعمل معاكم فيديو لتفريز الصلصة باذن الله. هقطع الخضرة بتاعتي عشان تبقى جاهزة. خلاص الصلصة يعتبر جهزت معايا. هجيب الرز واغسله كويس. كمية الرز دي انا حاطة حوالي 5 كوبايات رز. سبحان وتقريبا كمية قضت بالظبط. اتفضل معلقتين رز بالظبط. حطيت الملح، معلقة ملح على ال5 كوبايات، معلقة ملح بس، ونص معلقة بهارات محوجة، وربع معلقة فلفل اسمر. وهنقلب كويس البهارات والملح بتاعي. وبعد كده هنزل على طول بالرز. الرز تكون النار شغالة هادية تحت الرز، مش هقلب الرز على البارد. لازم اسبكه كويس عشان يشرب من الصلصة بتاعتي ويبقى مفلفل معايا. اما احط له الشوربة يبقى مفلفل، ما يعجنش داخل المحشي، وبيبقى طعمه جميل وبيدي مذاق حلو. ده هو هتسيبيه على النار حوالي 2-3 دقايق بالكتير قوي، وطول ما انت واقفه تقلبي فيه. والخضره بتاعتي مش هحطها غير اما اطفيها على النار. اطفي النار، احط الخضره عشان ما تسمرش معايا، وفي نفس الوقت طعمها وفايدتها تفضل موجوده. هتدنها خضره معايا وزي الفل، وبتخلي ريحة المحشي جميلة جدا وريحة التسبيكة جميلة جدا. لكن لو حطيتيها مع الطماطم او حطيتيها على الرز اول ما يتحط، الخضرة هتسود منك ومش هيبقى لها فايدة ولا هيبقى لها طعم. خلاص هطفيه واجيب الخضرة وانزل بيها على الرز. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، الرز بقى جاهز معانا، ممكن نستخدمه حالا. بس انا زي ما قلت لكم ان انا مسبكه قبلها بيوم، مجهزه الخلطه بتاعتي قبلها بيوم. احطها في علبه التلاجة واحطها اسيبها تبرد على الرخامه، وبعد كده احطها في التلاجة واستخدمها الصبح. اهي اغطيها وادخلها التلاجة على طول، بس مجرد ما هي تبرد. دلوقتي بقى قلت انضف البوتاجاز وانا واقفه بالمره. كانت حاجات بسيطه، وان شاء الله ان شاء الله هنبدا نعمل معاكم تنظيفات العيد في المطبخ. هنبدأ بالمطبخ ننضفه، نغسل البوتاجاز ونغسل المطبخ من بره وهننضفه هيبقى زي الفل ان شاء الله. لو وصلتي لحد هنا يا ريت تعملي لايك واشتراك للقناه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قناه عالم هبه. هو البوتاجاز بتاعي نضيف الحمد لله، هو بس العيون بتاعته هو عايز ياخد يعني نظافه كويسه. دلوقتي طلعت معايا، كان عندي وراك في الفريزر، احنا منحبش الصدور فبنجيب على طول الوراك. نضفتها كويس وشلت منها المادة اللزجة اللي بتبقى بين الجلد واللحمة بتاع الورك، وشلت منها التجمع الدموي اللي بيبقى ورا اللي عامل زي الكبدة. ده كله بيسبب زفرة الفراخ. وهعمل لها دلوقتي محلول النقع بتاعها. جبت دقيق واحط عليها ليمونه، اعصر عليها ليمونه وشويه ميه وخلاص. ما بحبش احط على الفراخ خل، ده مش هيخلي فيه ريحه زفاره خالص للفراخ. زي ما انتم شايفين كده هحط بقى الميه وادوب الكلام ده كله فيه واسيب الفراخ منقع فيها شويه. خلاص هسيبها بقى تتنقع شويه حوالي 5 دقايق 10 دقايق، ده مش اكتر من كده. عايزه اسيبها اكتر من كده براحتك، بس انا كنت مستعجله بس كانت زي الفل ما فيهاش اي حاجه. سبتها اتنقعت شويه، وبعد كده هجهز بقى التتبيله بتاع الفراخ. بصله هبشرها كويس. دلوقتي جايبه بصله كبيره هبشرها عشان اتبل بيها الفراخ. احط على البصله ديت بهارات وفلفل اسود وملح، وبعدين ادعك البصله كويس بالبهارات ديت واعصر الميه بتاع البصل عشان تسكر الفراخ معايا، يبقى طعمها لذيذ وجميل. مش هحط اكتر من كده. وبعد كده احشي بيها الفراخ وخلاص تكون كده الفراخ جاهزه معايا. لو انتي مش مستعجله سيبي الفراخ تشرب من التتبيله.
ساعة 2، نص ساعة حتى على الأقل، بس أنا للأسف كنت مستعجلة عشان كده اشتغلت على طول. وفي الطبق بقى هغسل البتنجان بتاعي. البتنجان ده جاهز من امبارح، حطيته في التلاجة في الشنطة ديت، وقفلتها كويس وحطيته في التلاجة. أهم حاجة ما يجي لو هتعينيه فترة قبل ما تستخدميه ما يجيش عليه مية، وهيبقى كأنه طازة معاكي. هغسله كويس واحطه في المصفى يصفي المية الزيادة اللي فيه، وبعد كده احشيه. اهو خلاص غسلته، حطه في المصفى سيبه يتصفى شوية، شوف بقى نضيفه زي الفل. والفلفل برضو اهو. دلوقتي انا حشيت الوراك بالبصل بتاعي بالتتبيلة اهو، التلات وراك، وسبتهم شوية يعني 4 أو 5 دقايق بالكتير، ما قدرتش اسيب اكتر من كده لان كنت مستعجلة. بعد كده بقى هنحط حلة على النار، نسيبها تسخن شوية ونحط فيها حتة زبدة. انا استعملت زبدة فلاحي، حبة زيت عشان الزبدة بس ما تتحرقش، حبة زيت صغننين. وبعد كده مقطعة طماطمية وحتة بصل وقرن فلفل وورق لوري وحبهان اللي هي توابل الشوربة العادية. وبعد كده هنحط فلفل اسود وبهارات، نديها تشويحة شوية كده. يا سلام على الريحة، بجد كان نفسي تشموا الريحة دي معايا، الريحة كانت قلبة الدنيا. جربوا التتبيلة دي في البصل واعملي الشوربة مش هتندموا صدقوني. هنقلب كويس، هنسيبهم يتشوحوا شوية، وبعد كده بننزل بالفراخ على طول. خلاص كده تشوحوا، هنزل بقى بالوراك بتاعتي، والمية اللي نازلة من الوراك من البصل هنحطها عشان بتدي طعم للشوربة فظيع. هي كده كده الفراخ هتشرب المية دي كلها، والفراخ هتنزل ميتها. هتشوفوا شكل الشوربة دلوقتي عامل ازاي، اللي يشوفها ما يقولش اصلا اللي هي شوربة فراخ وشوربة بط. الشوربة دسمة وتقيلة وشكلها جميل وطعمها تحفة. هحط بقى شوية بهارات تتبيل، حاجات خفيفة، انا كده كده مزودة في الشوربة وفي البصل رشة خفيفة خالص، بهارات وفلفل اسود بس. وبعدين هنغطي بقى على الفراخ ونسيبها تنزل ميتها وتتشوح، وبعد 3 4 دقايق كده اقلبها على الوش التاني. دلوقتي بقى هحشي البتنجان. هو الرز يعتبر قضى، هو فاض منه معلقتين بالكتير، كان فاض شوية، جبت في قرن فلفل كمان زودته وخلاص. دلوقتي هنقلب الوراك، شوف شكل الوراك عامل ازاي، شكلها تحفة وطعمها اجمل. على ضمانتي جربوا الطريقة دي وبجد مش هتعملوا غيرها. نغطيها بقى، تسيبها برضو تشوح شوية، وبعد كده نزود لها مية مغلية. شوف نزلت شوربتها ازاي، شوف شكل الشوربة عامل ازاي. هنسيبها بقى متعلى عليها لحد ما الشوربة تغلي معايا، وبعد كده نهدى عليها ونسيبها تعيش براحتها، تاكل فراخ طرية وطعمها فظيع، هتبقى مستوية وطعمها جميل جدا. خلاص كده نسيبها، هعلم عليها الاول، بعد كده هسيبها تعيش مع نفسها لحد ما دلوقتي على محشي البتنجان. خلصت البتنجان الكمية بتاعتي كلها. بص بقى اقول لكم على حاجه، البتنجان اي محشي في الدنيا، حلل الالومنيا مفيش احلى واجمل منها في طعم البتنجان. انا جربت كل انواع الحلل، بس احلى طعم محشي بتاع زمان بتاع امهاتنا في الحلل الالومنيا، تحسسك كده وطعم الحاجه دايبه وطعمها فظيع. دلوقتي خلاص الشوربه غلت معايا، هدي بقى النار عليها واسيبها مع نفسها بقى، هدي واغطي عليها. خلاص كده خلصنا من الشوربه، خلصنا من البتنجان. دلوقتي بقى هحطه في الحله اهي، الحله الالومنيا بتاعتي نضيفه وزي الفل، هوقفه فيها عشان ما يخرجش الرز بتاعه وما يعجنش مني. انا برصه وهو واقف، انا دلوقتي مش عارفه اظبطه بالظبط عشان ماسكه الكاميرا في ايدي. بس سند الحله لما يلاها على حاجه كده وبرص براحتي. دلوقتي بقى هقفل معاكم واكمل رص البتنجان. شوف منظره عامل ازاي، تحفه.
خلصت كمية المحشي اللي عندي خلاص كلها. هحط بس قرن الفلفل ده زيادة، هحطه على الوش، ما تخافوش هيستوي ومش هيحصل له اي حاجة، هيبقى زي الفل. خلاص كده المحشي بتاعي بقى جاهز، هغطيه بقى واسيبه. خلاص انا هستخدمه خلاص، مش محتاجه ان انا ادخله في التلاجة. لو انتي لسه هتتاخري على ما تستخدميه ياريت تدخليه التلاجة عشان ما الجو حر هيبوظ معاكي. دلوقتي خلاص الشوربه بتاعتي هحط عليها، ازود لها الملح. انا عارفه ان الحله ديت بتاخد معلقتين ملح، هحط لها المعلقتين الملح. وهي الميه بتاعتها نقصت شويه هزودها، واول ما تغلي معايا هزود المحشي على طول. هسيب المحشي بالشوربه بتاعتي. شوف شكل الشوربه عامل ازاي، شوف الدسامه بتاعتها، بتودي المحشي في حته تانية خالص، طعم وحلاوه ومسكره من البصل. لا الشوربه ريحتها وطعمها فوق الوصف. خلاص هحط الشوربه، اسقي المحشي بتاعي بالشوربه. اهم حاجه وانتي بتحطي الشوربه على اي محشي، بعد ما تحطي كميه الشوربه بتهزي الحله شويه كده عشان المحشي يوصل، الشوربه تنزل تحت في الحله من تحت، وكل المحشي يستوي معاكي سوا واحد اهو. هزود كمان كبشه شوربه وخلاص. محشي البتنجان بيتهدش عليه بسرعه، بتسيبيه لحد ما يبقى فيه ربع الميه اللي كانت موجوده فيه اهو. شوفي بقى يعتبر خلاص ما عادش فيه ميه خالص اهو. هسيبه شويه كمان، هسيبه شويه كمان وبعد كده ههدي عليه. شوفي شكله عامل ازاي، بيتكلم عن نفسه، لو بيتكلم كان قال على طعمه. دلوقتي خلاص هجيب الوراك بتاعتي واحمرها في الفرن. كنت بعمل لها تتبيله معينه بس للاسف كنت مستعجله فحطيت لها كاتشب. بعمل التتبيله دي معاكم مره. حطيت لها كاتشب وعملته بالفرشه، وبعد كده دخلته تحت الشوايه في الفرن، خد لون معايا، وبعد كده طفيت الفرن وخلاص. لو انتي مش مستعجله، لو انتي عامله بدري يعني سيبيها في الفرن، الفرن الدافي هيحافظ على السخونيه بتاعتها. اطفي الشوايه وسيبيها موجوده في الفرن زي ما هي. خلاص لحد كده تمام. المحشي بجد كان جميل جدا، كان خطير على رأي مروة الشافعي. شوف شكل الفراخ عامل ازاي، كأنها مشوية في الفرن. بجد كان طعمها وشكلها حلو قوي قوي قوي. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دلوقتي بقى في حاجه مش كتير هيكون بيعرفها منكم، هو معروف تحمير البتنجان في الفرن او انك تسويه في الفرن. دلوقتي انا ابني وجوزي بيحبوه متحمر في الزيت. حطيت كميه البتنجان اهو، اول ما ياخد وش من تحت هقلبه، وبعد كده هطلعه على مناديل مطبخ، هسيبه ينزل الزيت الزيادة اللي فيه، وبعد كده خلاص يكون جاهز على التقديم. شوف شكله عامل ازاي، زي ما بتحمروا الممبار كده اه. طعمه بيبقى في حتة تانية بصراحة. انا عندي جزء بيحب السادة العادي اللي هو مش متحمر، بيبقى خفيف برضو، وجزء بيحب المتحمر، فبرضو جميع الاطراف. خلاص جاهز معايا، خلاص قدمت بقى الاكل كان بالمنظر ده. وجبت طبق شوربة كنت نسيته حطيته. ايه رأيكم بقى يا جماعة، شكل الاكل جميل. حصري فقط في قناة عالم هبة. متنسوش الاشتراك واللايك يا حبايبي. يلا مع الف سلامة.